اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. ايه رايكم في الدخله دي؟ في فيديو النهارده هحاول احكي لكم ازاي جيت هولندا، ليه خدت 2 فيزا عشان اجي هنا هولندا، ازاي دخلت الجيش وانا متجوز اجنبيه، وايه قصه البتاع اللي ورايا ده، ورابع حاجه انا شغال ايه حاليا في هولندا. في العادي باخدكم مكان هنا في هولندا، بوريكم مكان، بس فيديو النهارده مختلف. لو اول مره تشوفني انصحك تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان ممكن الفيديو ده ما يعجبكش، ولو متابعني الفيديو ده هحكي قصتي باختصار سريع انا ازاي جيت من مصر لهولندا. حكايتي كلها بدات ان انا طالب عادي ثانويه عامه، دخلت علمي علوم. النتيجه طلعت بتاع الثانويه عامه ما كانش المجموع اللي انا عايزه زي اي شخص مصري عادي، فدخلت بصريات. انا حاليا معايا بكالوريوس بصريات. اي نعم، الكليه اللي انا مش عايزها، كان اخويا في نفس الكليه ومتخرج منها فقررت اخش زيه وخلاص. المهم الكليه دي كانت في القاهره، فانا بالنسبه لي كانت هي دي نقطه التغيير، ان انا اروح القاهره، ان انا اروح اعيش في القاهره. المهم عدت سنه اولى سنه ثانيه وكانت الدنيا تمام. جيت سنه ثالثه كليه بصريات اللي انا فيها دي حاجات خاصه بالنظارات، خلاص حاجات خاصه بالعيون، الكلام ده كله. فالمهم جيت في سنه ثالثه عايز اشتغل، لقيت كذا شركه عايزه ناس سيلز في محلات بصريات. فقلت اقدم. انا كان ساعتها شعري طويل، كنت عامل حاجه اسمها دريد وكان شعري طويل جدا. كل ما اقدم في شركه اترفض، لحد ما في مره انا ماشي في مدينه نصر في القاهره، انا مش ناسي، لقيت واحد كاتب ورقه على المحل ان هو عايز حد سيلز معاه في محل بصريات. فدخلت عادي، قلت له ان انا طالب في بصريات ومش عارف ايه، في سنه ثالثه فاضل لي سنه واتخرج، فحابب ان انا اشتغل معاك وكده. بص لي وبص شعري، قال لي ايه؟ قال لي الكلمه دي بسببها انا حاليا هنا في هولندا، انا مش قادر انسى الكلمه دي. قال لي انت بشعرك ده مش هتنفع تبقى واجهه للمكان. انا خدت الكلمه من هنا بصراحه وجبت ايرور. انت يعني ايه مش هبقى واجهه للمكان؟ لا، بشعرك ده مش هينفع تبقى تبيع والناس تخش وبتاع. بعد كده خدت بعضي ومشيت، مفيش اي حاجه حصلت، عادي قدمت في شركه تانيه ما اتقبلت. ففي نفس الوقت ده كنت انا برضو بتمرن عادي في القاهره، كنت بلعب لعبه اسمها بريك دانس ده نوع من انواع الهيب هوب. فواحد صاحبي في الغردقه كلمني قال لي انا عايزك تيجي معايا، عايزين ناس تلعب اللعبه اللي انت بتلعبها هنا. الشغل عباره ان انا اروح فندق ومش عارف ايه، اعمل شوهات للجست اللي بيجي. انا بصراحه كنت في الاول رافض الفكره، مش حابب فكره ان انا اروح الغردقه وكده، عشان عارف ان المجتمع غير مجتمع، اجانب، خمور وبتاع، مش حابب الجو ده قوي. وفي نفس الوقت انا كنت بدور على شغل في القاهره، وبعد ما الراجل بتاع محل مدينه نصر ده قال لي مش واجهه للمكان، وعدد من الشركات ما حدش راضي يقبلني بسبب طول شعري، مفيش قدامي حل غير ان انا اروح. سافرت على الغردقه والدنيا تمام، بدات شغل. الجو ما كانش عاجبني في الاول، واحده في واحده خدت على الجو. عدى سنه، التانيه جيت، بصراحه كنت زهقت من الشغل، قلت اوقف خلاص كفايه كده. وفي نفس الوقت ده كانت دخلت الكورونا، فحسيت ان دي رساله من ربنا ان هو بيقول لي وقف. وبالظبط قبل ما اوقف باسبوعين عرفت مراتي كانت جايه اجازه لمده اسبوع لمصر وراجعه تاني. المهم جت قضت 7 ايام ورجعت، وانا بعديها وقفت شغل. بعد كده كان فضلنا متواصلين مع بعض، بعد كده اعترفت لها ان انا معجب بيها، وبعد كده قالت لي برضو ان هي معجبه بيا. بعد كده قررت تيجي مصر تشوف اهلي ومش عارف ايه، واهلي عشان برضو كانوا في الاول كانوا رافضين شويه انها اجنبيه واختلاف الباك جراوند والكلام ده كله. فهي قالت خلاص هاجي اشوف اهلك ويشوفوني ويعرفوني والكلام ده كله. كنت انا فاكر الوقت ده السلم ده قمت غاسله ودهن السلم كله وحاطط شجر حوالين البتاع، احاول اكون جو اوروبي ليها شويه. واللي اكتشفته بعد كده ان ده كله ماديات، هم اصلا ما بيفكروش فيه، وده بس تفكيرنا احنا او ده تفكيري انا كمصري. كل تفكيرهم في الشخص، لو حبوا الشخص خلاص ما بيفكروش في الماديات يعني. ده كان تفكيري ساعتها. فالمهم اهلي شافوها، عجبوا شخصيتها، الدنيا مشيت الحمد لله. جيت بعد كده اجراءات الجواز اتسحلنا فيها. هي جت وراحت مصر، المطارات كلها قافله في عز الكورونا، كانت كل مره تيجي فيها تعمل PCR، وسحلت السنين يعني. كل مره تيجي مصر وخلاص هنخلص الورق تقف على ختم من مش عارف سجل المدني، الشهر العقاري، اي كلام، وترجع تاني تجيب ختم وتيجي تسافر تروح جاي تيجي مرتين. فالمهم خلصنا ده كله والحمد لله اتجوزنا. حتى انا فاكر عقد جواز عليه اكتر من 18 ختم، انا مش عارف ليه، بس تمام الحمد لله. خلصنا اجراءات الجواز وانا خلصت كليه. فالمعروف اللي بعد الكليه الجيش ده دي عدد الايام اللي انا قضيتها في الجيش. كانت عدى الايام، وكل مره كنت اروح فيها الجيش وكل يوم يعدي كانت تعمل اكس عليه. استنوا كده اوريها لكم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنا القلب ده يوم ما خلصت، وتيجي تبص هتلاقي 408 يوم. وهنا ده انا مفروض عسكري 408 يوم، وهي واقفه هنا بالعلم الهولندي. هي دي كده. بعد كده فتره الجيش كله قال لي متجوز اجنبيه مش هتخش الجيش ومش عارف ايه. انا كنت سايبها على الله زي ما تيجي. قدمت عادي، شفت اجراءاتي ماشيه عادي خالص، وهوب
مره واحده الدنيا وقفت. بعد كده بس ورق لوني متجوز اجنبيه، مخابرات اتدخلت ومش عارف ايه الكلام ده كله، امن الوطني، حاجات كتير قصه كده حصلت معايا. تحقيقات بقى بيشوفوا ورقي بيطمنوا يعني ان انا اخش الجيش ولا لا. بعد بهدله شهر ونص وفتره يعني الحمد لله انها عدت. كانت فتره مش سهله، وتروح كل يوم تستنى في مكاتب وتعمل حاجات. يعني الواحد مش هيخش اكتر في الكلام هنا، بس هو مفيش حاجه حصلت، هي بس كانت كلها تحقيقات ان هم بيطمنوا ان انا اخش ولا لا. وفي الاخر الحمد لله دخلت، قالوا لي لا عادي تخشوا، وقبلوني في الجيش. خلال وانا بقدم في الجيش كنت ساعتها انا قدمت اصلا على الفيزا هنا في هولندا. فانا الفيزا جات لي يوم 28/10/2021 21 او 2020 مش فاكر، وانا كان مركز تدريبي وترحيلي كان يوم 29. فتخيل كان يوميها السفاره جايه بتقول لي فيزتك اهي، سافر خلال 3 شهور عشان بعد كده الفيزا هتبقى اكسبايرد، انتهت صلاحيتها ومش هتعرف تسافر. رحت خدت الفيزا على الباسبور، حطيتها في الدرج، ورحت تاني يوم مركز التدريب. ودي كانت من اصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي، ان انت معاك فيزا شنجن اللي هو يعني المعظم يعني تقريبا كل الناس عايزاها، الناس اللي بتسعى كتير بكذا طريقه انها تاخدها. انا معايا بس مش هقدر اسافر بسبب تصريح السفر. ورحت مركز تدريب 20 يوم من غير تليفون، ما كلمتش مراتي وما كلمتش اهلي. طبعا بالنسبه لاهلي عارفين ان ده مركز تدريب والكلام ده كله، بس بالنسبه لمراتي حوار غريب. المهم يوم التاني عديت، بعد كده بدا يدونا التليفونات كل يوم جمعه بس، فكنت بشحن مثلا ب 50 جنيه عشان اكلمها دقيقتين بس. المهم عدى 40 يوم، مركز تدريبي خلص. في الاخر الحمد لله الفتره عديت اول 4-5 شهور من جيشي. في الجيش حصل مواقف كتير، بس من المواقف اللي فعلا مش ناسيها كان في يوم اليدا جايه في المطار. طبعا اليدا جايه لي، فانا لا هطلع استقبلها، فعملت تصريح ان انا اخرج وتمام وكله زي الفل. اليوم ده كان في زياره للكتيبه اللي انا فيها، مرضوش يخرجوني للاسف. فهي جت بره، فضلت مستنيه في المطار. هي طبعا ما تعرفش اي حد، ما تعرفش اي حاجه، ومسافره من هولندا على اساس انها جايه لي. فهي في الطياره انا مش عارف اوصل لها ومش عارف اخرج من الكتيبه. كانت من المواقف اللي يعني صعب تتنسى، صعب تتنسى. كنت مش عارف تخرج، معاك التصريح بس مش هينفع تخرج عشان سين من الناس جاي يزور الكتيبه. كلمت واحد صاحبي في الاخر راح خدها من المطار، وهي كانت مفكراني ان انا بهزر وبعمل فيها مقلب ان هو جاي ياخدها وانا هبقى اجي اقابلها بعدين. لا قال لها ان فعلا احمد مش عارف يخرج من الجيش ومن الكتيبه عنده، فوصلها الفندق وفضلت في الفندق. وانا الحمد لله تاني يوم خرجت بس خلصت جيش. بعد كده وفي اخر فترتي في الجيش كنت انا بقدم على الفيزا. اخر 3 شهور اللي هي في الجيش الحمد لله كانت جات لي، بس هو كان في بس مشاكل، انت ليه ما سافرتش بالفيزا الاولانيه؟ وخدت فيزا تانية الحمد لله. بقى كده معايا فيزتين على الباسبور، فيزتين شنجن ان انا اقدر اسافر بيهم. خلصت جيش من هنا. يوم ما خدت الشهاده نفس اليوم ده انا رحت على منطقه التجنيد وخدت تصريح سفر. بعد ما خدت الشهاده بنص ساعه بالظبط حجزت التذكره، وبعدها ب6 ايام جيت على هولندا. وكنت دايما بسمع مقوله بتقول لما بتهاجر اكنك بتتولد من جديد. انا فعلا جيت البلد هنا لقيت حاجات تانية مختلفه، عالم تاني، ناس تانية، جو تاني، بس نظام. فحبيت بصراحه البلد جدا، وطبعا اي حد يحبها ده هولندا يعني. جو مختلف، ناس مختلفه، ناس عقلي ما كانش مستوعب اللي بيحصل. ايه الجو، ايه الشعب، ايه الناس دي. بعد كده الحمد لله اول شهر عدى ظبطت اوراقي. بعد كده جيت ادور على شغل بشهادتي، قالوا لي انك مش هينفع تشتغل بشهادتك عشان شهادتك مش معتمده هنا في اوروبا عموما، مش في هولندا بس، فلازم تعمل معادله سنتين. انا قلت يعني انا درست 4 سنين و14 شهر جيش، هاجي ادرس ثاني سنتين، فقلت اشتغل اي حاجه. دورت على شغل، عملت سي في كويس، قدمت على كذا شركه، وفي الاخر جات لي شركه خلايا شمسيه، مصنع خلايا شمسيه بيصنع خلايا شمسيه وكده. عملت انترفيو والحمد لله اتقبلت، الحمد لله عدت، والشركه دي انا شغال فيها لحد وقتنا الحالي. وبس دي كانت رحلتي من الثانويه العامه لحد هنا في هولندا. اتعلمت في ال6 سنين دول ولا ال7 سنين دول ان ربنا دايما شايل لك الاحسن، ان الحياه عمرها ما بتديك اللي انت عايزه، فانت لازم دايما تكون في زي فليكسبيليتي، اللي هو في مرونه، ان ما خدتش اللي انت عايزه شوف طريق تاني على طول. وخليك دايما واثق في ربنا ورامي اتكالك عليه، ان ربنا دايما هيختار لك الحلو. وعايز اشكر شخص اللي قال لي انك مش هتبقى واجهه للمكان. الشخص ده لولا انا ما كنتش رحت اشتغلت في الغردقه، ما كنتش قابلت مراتي، ما كنتش سافرت، ما كنتش هنا دلوقتي. فالشخص ده انا ما اعرفوش، بس شكرا ان ساعات فعلا كلام او مواقف ممكن تغير لك حياتك. وبس دي كانت نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم او استفدتوا حاجه. استنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله كويسه. اشوفكم الفيديو الجاي، يومكم لذيذ. لايك بقى ورن الجرس والكلام اللي تحت الفيديو ده لو حابب. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، يومكم لذيذ، سلام.